بيبدأ الفيلم مع داري وأخته تريشا في عربية على الطريق، وبيتكلموا زي أي إخوات عاديين في العالم، وبيفضلوا يتخانقوا مع بعض لغاية ما بتشغل تريشا الراديو الخربان، ولما بيوش شوية بتقفله، وبيبدأ أخوها يغني بصوت وحش جدا يعرف الكلب الأجرب، وبتبقى وراهم عربية قديمة جدا عمالة تحلق عليهم زي ما يكون اللي بيسوقها مش شايف أو بيعتمد على حاسة السمع. وبتفضل العربية تحاول تتخطاهم لغاية ما بتنجح في كده، وبتمشي بسرعة فبتختفي من قدامهم، وبيبدأوا يتكلموا عن العربية القديمة جدا وعن سواقها المجنون، وكمان بيلاحظوا رقم العربية ونوعها، وبيسوقوا شوية لغاية ما بيركنوا على جنب وبينزلوا يريحوا نفسهم شوية. ولما بيرجعوا للعربية علشان يكملوا الطريق بيفضلوا يتخانقوا تاني عن مين اللي شرب آخر شوية مية، وبيلاقي داري حبة مية بيشربهم، وبيكمل سواقة تحت نطاق شتمهم لبعض لغاية ما بيلاقوا العربية القديمة والغريبة راكنة جنب مبنى قديم جدا، وفي راجل غريب بيرمي شيء ملفوف في قماش أبيض ومربوط بالحبال، وفيه بقع دم في الماسورة، وبيكون شافهم، فبيقول داري لتريشا إنها تاخد تليفونه من المقعد الخلفي وتتصل بأي حد، ولما بتدور على التليفون بتلاقيه مفيهوش شبكة، والراجل الغريب بيكون ركب عربيته القديمة وطلع وراهم لغاية ما وصل لهم وفضل يخبط لهم العربية من ورا، وبيفقد داري التحكم وبيدخل في خطه، وبيكمل الراجل الغريب على الطريق، فبينزل داري من العربية علشان يحاول يصلحها، وبيقترح إن هما يرجعوا تاني للماسورة لأن ممكن يكون في حد محتاج للمساعدة هناك. فبتنزله تريشا وبتقول إن هما من الأفضل إن هما يكملوا على الطريق بالعربية، بس بيرفض داري علشان أقرب محطة على بعد أميال كتيرة منهم، وإنها لو كانت مكان الأشخاص اللي محبوسين على إيد الراجل المجنون ده كانت هتتمنى المساعدة، وبيقدر في النهاية يقنعها إن هم يرجعوا، وبيركبوا العربية وبيرجعوا للمبنى اللي بيكون كنيسة قديمة حواليها غربان كتيرة جدا، وبيبقوا خايفين من شكل المكان، وبينزل داري وبتنزل وراه تريشا علشان يتفحصوا المكان، وبيقربوا من الماسورة اللي ريحتها بتبقى وحشة جدا لأبعد الحدود، وبيفضل داري ينادي على أي حد وبيركز مع أي صوت أو حركة، بيبقى حاسس بحركة بسيطة جدا، وبيشغل كشاف وبيدخل الماسورة رغم كل محاولات تريشا إنها تمنعه، لكنه ما بيستجيبش ليها، وبيقول لها إنها تمسكه من رجله وبيدخل، لكنه بيشوف فيران وبتكون قريبة منه جدا، فبيفضل يتحرك بسرعة وهو بيخبط، فبتفلته تريشا من غير ما تقصد وبيتزحلق لجوه، وبتفضل تريشا تنادي عليه وبتعتذر له إنها ما كانش قصدها تفلته أبدا، فبيقوم يقطع حتة من التيشيرت بتاعه ويربطها على جرح ايده، وبيجيب الكوتش اللي اتخلع ويلبسها، بس قبل ما بيربطها بيلاقي الجثة اللي رماها الراجل الغريب في الماسورة، وبيقرب منها بالراحة ورعب، وبيهز الجثة للشخص ده بيكون واضح ان هو راجل، وبيشاور للراجل على صدره، ولما بيقطع داري القماش من على صدره بيلاقي جرح كبير جدا متخيط، وبيحاول الشخص ده يقول حاجة فبيقرب داري منه، ولكن قبل ما بيقول له حاجة بيموت، فبيروح داري لتريشا وبيقول لها تهرب وتدور على أي حد ممكن يساعدهم، وإنها لو شافت العربية الغريبة أو الراجل المجنون ده تهرب بسرعة منه. ولما بتمشي تريشا بيبدأ داري يتحرك علشان يشوف مخرج، فبيلاقي جثث كتيرة جدا مربوطة وتابوت، وبينزل يربط الكوتش بتاعه، وهو بيربطه بيقع عليه نقط دم من السقف، ومجرد ما بيرفع نظره بيلاقي جثث كتيرة جدا متعلقة في السقف، وبتبقى تريشا مستنية على الطريق أي عربية تعدي، ولكن مفيش، الطريق أكنه مهجور، وداري بيشوف راجل وست كانوا مفقودين ورقبتهم متخيطة وجسمهم متخيط في بعضه، وعليهم مادة غريبة شبه الشمع كده علشان تحميهم من التحلل، وشوية وبتشوف تريشا عربية جاية ناحيتها وبتبقى شبه عربية الراجل المجنون، فبتخاف وبتجري للعربية بتاعتها وبتدخل فيها وبتفضل تبص للعربية اللي عدت من غير ما السواق ياخد باله، وبتعرف تريشا ان دي مش العربية المطلوبة، بس بيجي داري من وراها فبتتخض وبتشتمه، بس داري ما بيردلهاش الشتيمة وبيبقى متنح ومصدوم جدا، وده بيحسسها ان في حاجة غلط، فبتركبه العربية وبتسوق، وبتفضل تحاول تخليه يتكلم لغاية ما بيبدأ يقول جملة متقطعة من اللي شافه تحت، وما بتبقاش تريشا فاهمة منه أي حاجة، وبيوصلوا البنزينة أخيرا وبيركنوا العربية وبيدخلوا المحل، وبتطلب تريشا من الناس اللي موجودين إنها تكلم الشرطة،
وبترجع لداري وبتقول له يقول كل حاجة للشرطة، ولما ما بيردش عليها بتخبطه في الحيطة اللي وراه فبيرفع راسه وبيقول لها إن أكيد الراجل المجنون عارف إن هما دخلوا وهيجي يطاردهم. وفجأة التليفون بيرن فبيتفزعوا الاتنين، وبترد تريشا وبتلاقي واحدة ست بتتكلم وما بتفهمش منها حاجة، فبيسحب منها داري التليفون وبيسمع الست اللي بتوصف شكله وبتقول له على اللي شافه. ولما بيدخل اتنين ظباط فبيقفل في وشها وبيحكي لهم داري عن اللي حصل كله، وما بيبقاش حد مصدقه حتى أخته. فبيقوم يزعق فيهم كلهم لغاية ما بتيجي المضيفة بتاخدهم لعربيتهم اللي الهدوم بتاعتهم مرمية حواليها، وبتقول لهم إن في شخص شكله مرعب جه وفتح العربية بتاعتهم وبدأ يقلب في الهدوم ويشمها. كل ده والشرطة واقفة وراهم، وداري بيلم هدومه وهو متنرفز وبيزعق في الشرطة إن الشخص ده عارف مكانهم وبيتعقبهم وإن هم في خطر جدا. وبيسكت فجأة وبينادى على الشرطي وبيوريه آثار صوابع على الباب، وبيركب داري وتريش عربيتهم والشرطة بتكون وراهم. وبيسمعوا في اللاسلكي إن الكنيسة اللي داري بلغ عنها بتتحرق دلوقتي، ومش أي حريق إنما حريق خارج عن السيطرة تماما، حتى رجالة الإطفاء مش قادرين يوقفوا الحريق. وبيحاول داري يشغل الراديو وبتشتغل لهم أغنية عن زواحف الكريبرز، وبيبقوا بيتخانقوا ومش منتبهين لعربية الشرطة اللي الوحش واقف على سطحها، وبيحسوا بيه فبتخرج الشرطية راسها وجزء من جسمها، وبتشوف الوحش اللي بيسحبها وبيدمر العربية وبيقتل الضابط وبيقلب لهم العربية. وبيلاحظ داري وتريشا اللي بتخرج وبتقرب من عربية الشرطة رغم منادات داري عليها، وبتشوف راس الضابط مرمية لوحدها والوحش قاعد مكان السواق، وبينزل يتجه لراس الضابط فبتجري هي لعربيتها تاني وبتركبها. والوقت اللي بتحاول فيه تشغل العربية المتعطلة بتشوف داري الوحش بياكل لسان الضابط، وبتبدأ تريشا تعيط وبتطلع العربية أخيرا. وبيزود الوحش جثة الضابط لباقي الجثث اللي جمعها، وبتقف تريشا قدام بيت علشان يستخدموا التليفون بتاعه مش أكتر، لكن داري بيبقى رافض وعمال يتريق إن هم هيكلموا شخص يقولوله إن في وحش بيطاردهم وبياكل الناس. وبتخرج لهم ست عجوزة، ولما بيطلبوا منها تليفون بتقول لهم إن هي ما عندهاش، وبتبدأ قطط كتيرة جدا تخرج، وبتكون الست بتربيهم. وبيشوف الوحش فبتخرج لهم الست العجوزة وهي ماسكة شوت جن وبتقول للوحش إن لو ممشيش هتقتله، ولما ما بيتحركش بتضرب عليه وبتبقى خدعة. والوحش الحقيقي دخل البيت أصلا، فبتحاول الست تدخل تنقذ القطط بتاعتها، ولما بيحاول داري يمنعها بتضربه، وبتفتح الباب لقططها إن هم يهربوا بسرعة، وبتدخل هي وبتبدأ تضرب نار. وبيخرج الوحش وهو ماسك الست بعد ما قتلها خلاص، فبيجروا العربية بسرعة وبيحاولوا يهربوا، والوحش بيمشي ناحيتهم بهدوء والعربية بتشتغل. فبيقول لها داري إنها تخبط الوحش، ولما بتحاول تخبطه بينط فوق العربية، وبتحاول تاني وبيهرب تاني، وبتفضل تحاول لحد ما بتخبطه فعلا، وبترجع تدوس عليه المرة التانية ومرة تالتة لغاية ما بيوقفها داري وبيراقبه إنه كان ميت أو لأ، لكنه بيفرد جناحه وبيكون بيحاول يطير. فبتتحرك تريشا بسرعة وبتدوس عليه وبيهربوا لغاية ما بيوصلوا لاسم بوليس، وبتكلم تريشا وأمهم وتطمنها عليهم. وبيبقى داري بيشوف قائمة المفقودين لغاية ما بتدخل ست اسمها جيز وبتنادي على تريشا وداري وبتقول لهم إنها لازم تكلمهم. ولما بيحاول الشرطي يمنعها بتصمم، ولما بتحاول تكلم الإخوات بيكونوا هيسيبوها ويمشوا لغاية ما بتحكي لهم عن الجثث والحاجات اللي شافها داري في الكنيسة والبنزينة وكمان القطط الكتير، وبيقفوا يكلموها. وبتزق جيز تريشا وبتسحب داري تقعده، وبتقول له إنها حلمت بكل اللي بيحصل ده، وإن كل 23 ربيع يوم 33 بيصحى كائن مرعب جدا علشان ياكل، وإن هم عارفين هو بياكل إيه، مش محتاجة تتكلم. وبتوصف لهم مدى خوفها وإن الكائن ده بياكل العيون علشان يشوف والرئتين علشان يتنفس، وبيلبس زي الرجالة علشان يتخفي، ولكن اللي عملوه فيها على الطريق هم جرحوه بس مش أكتر، وهيطاردهم علشان في حاجة في جسم واحد منهم هو عاوزها، وإن هو بيقدر يشم هو عاوز إيه عن طريق ريحة الخوف. وبتبقى تريشا متضايقة جدا لغاية ما بيتقطع النور، وبيشغل الضابط نور إضافي وبيقول داري لجيز إن هم فرموه لحد ما بقى تراب، وبتعرفهم جيز إنه أكل قلوب كتيرة جدا وقتله مش هيبقى بالسهولة دي،
وبيروح الضابط يتفحص المساجين لغاية ما بيلاقي إن في زنزانة مكسورة والوحش جواها، وبياكل واحد من المساجين، ولما بيضرب نار عليه الوحش ما بيتأثرش، وبياكل الضابط اللي زميله بيبقى فوق، وعاوز يدخل داري وتريشا لغرفة الانتظار، وجيز بتكون مش موافقة لأن الوحش هيلاقيهم هناك، وبتحاول تمنعهم، وبيبقى الشرطة هيسجنها علشان يشوف ايه اللي بيحصل. وبس جهاز الانذار بينطلق من هنا، وبيقول واحد من الضباط عن الكائن اللي اتجه ناحية السلالم، ولما بيروح واحد يشوف السلالم الوحش بيجي من فوق وبياكل قلبه فبيموت، وبيروحوا الضباط الباقيين يضربوا على السقف، وجيس بتحاول تهرب داري وتريشا من السلم الخلفي لكن ما بتقدرش لان الباب مقفول، فبيروح لها داري وبيسألها الوحش عاوز مسن، لكنها ما بتجاوبش، وبيجي الوحش فبتهربهم جيز وبتفضل هي مكانها، وبيظهر الوحش وراها بيشمها، ولما بيلاقي انه مش عاوز حاجة منها فبيسيبها، وبيروح ورا داري وتريشا اللي بيوصلوا اخر غرفة، وتريشا بتبص في المراية والوحش قدامهم وهي مش شايفاه اصلا، وبيجي داري يسحبها وبيكونوا بيتخانقوا، فبيدخل الوحش وبيمسكهم من رقبتهم وبيبدأ يشمهم وبيدوقهم كمان، وبيرمي تريشا وبيختار داري، وبيدخل الشرطة وبتحاول تريشا تقنع الوحش انه ياخدها بدل داري، لكنه بيفرد جناحاته وبيكسر الحيطة وبياخد داري وبيطير، وبتخرج تجري تريشا وراه لغاية ما بيختفي. وبيجي الصبح وبتيجي جيس تقول لتريشا ان اهلها برا، وبمجرد ما بتخرج بتشوف غراب طاير وبتفضل تبص عليه. في الوقت ده بيكون الوحش عارف مكان جديد مهجور برضه علشان يحط فيه جثث ضحاياه، واللي اولهم داري اللي قتله، واخد عينه علشان يقدر يشوف بيهم. بس كده، لو عجبك الفيديو ومستني الجزء التاني ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس.